بعلمكم اليوم زرشك بولوه بأسهل طريقة، وصفة إيرانية طعمها أكثر من رائع رغم بساطتها بس قوية بنكهتها. زعفران أحمر رشة من متابعيني، ونطحنه طحن لين يصير ناعم بهذا الشكل. واتر، ماي مغلي كوب إلا ربع ونغطي عليه. ملح وردي، أفخاذ دجاج بدون ريش، وبعد ما يطلع كل الزفرة نشخله. اصبع زبدة، نحط الفخوذ ونحمرهم من الجهتين ونرجع نشيلهم. بصل بنفسجي ونحمس، ثوم مهروس ونحمس، حبتين طماط، سكين خضراء، ميم كاف معجون طماط، كركم، كزبرة، بابريكا وملح وردي، لتر ماي وخلطنج. وعلى طول نحط الدجاج ونسكب عليه نص منقوع الزعفران ونغطي عليه لين ينضج. نوزن الملح، 3 أكواب عيش كناري اللي بيبهركم بدون بهارات، ونغطي عليه ربع ساعة. سمن بقر، زبدة، كوب زرشك مغسول ومنقوع وهو نوع حامض من التوت، 2 ميم كاف سكر وباقي كمية الزعفران. نقلبه شوية لين يتشرب وناخذ شوية منه ونخلطه مع شوية من العيش، وأهم شيء ما تكون تفش عشان ما تشطف العيش. ويقدموه بهذا الشكل، عيش أبيض وفوق العيش الأصفر اللي سويناه ويزيدوه فوق زرشك، وعلى جنب يصفوا الفخوذ. طعمها بيسفرك عالم ثاني، حلوة وحامضة ولذيذة وياكلوها بالفم.